هقول سؤال صعب شويه، لا المشكله دي هحاول الخصها واقولها المره الجايه. مرحبا ابونا كيفك؟ يبقى مش مصريه على طول. لو سمحت، انا عندي 21 سنه وعايشه بدوله عربيه منفتحه كتير نوعا ما. انا بروح جيم مختلط شباب وبنات. المهم انه لبسي بالجيم كتير ضيق وكتير محزق، والبلوزه كروب توب. بحكم ان كل البنات يلي معايا هيك لبسهم، وهذا كتير عادي بالدولة عندنا يعني. أنا خايفة أكون عم أعثر أحد، أو يكون يسوع زعلان مني إنه هيك عم أعمل. معلش الشامي بتاعي بعافية شوية فيعني بجمع. خايفة يكون زعلان مني إنه هيك عم أعمل، بس بنفس الوقت أنا حاولت أصير ألبس بلوزة طويلة اوفر سايز فوق البنطلون، بس حسيت حالي غير الكل، والكل بتطلع عليا كأني جاية من عالم تاني، ومش قادرة اتقبل شكلي في أواعي وسيعة. أواعي وسيعة. جاية من وعاء يمكن هو وعاء، لا التاني أوعية، ما علينا مش مشكلة. مش انتوا فاهمين؟ بطلع على كأنه جاي من عالم تاني، ومش قادر أتقبل شكلي في أواعي وسيعة، لأنه أنا لما بلبس أواعي الرياضة هذا يعطيني موتيفيشن أتمرن، لأنه بحب شكل جسمي. إيش أعمل؟ شكرا كتير يا بون. بصوا السؤال ده في المنطقة الرمادي قوي، لأن في كالتشر وفي رؤى، بس أنت سألتي وقلتي أكتر من حاجتين. أول حاجة، أنا عندي شباب مختلط وانا بلبس ضيق ومحزق وكروب توب، ما علينا، بحكم ان كل البنات اللي معايا لبسوا. السؤال بقى فين؟ انا خايفه اكون عم اعسر احد. يس في عثره. في عثره ليه؟ نتكلم بصراحه، لان مش ممكن في الكنيسه ونكذب. الولد او الرجل جواه قوتين، قوة اسمها الغريزة ماشية في اتجاه، والقوة التانية اسمها الإنسان الروحاني في اتجاه تاني. فهنتكلم على القديسين ونتكلم على الخطاة، وبعدين نتكلم على الافريج اللي في النص. القديسين وصلوا لمستوى سرحانين في ربنا ليل ونهار، انتوا واخدين بالكم، وهو بقى واخد تدريب انه يركز في السماء وبتاع. دول بقى فيري فيو، لكن موجودين بس قليلين قوي، ده ما بيفرقش معاهم حاجة، وهو أساسا مش هيروح المناطق دي. وفي واحد رايح يبحلق، ده بقى الانسان العتيق اللي هو عنده الغريزه، يلا نروح نتفرج كده. وفي الانسان اللي بيجاهد، اللي هو المستوى بتاعنا. اللي بيجاهد ده الطبيعي بتاعه انه يبص ولا ما يبصش؟ لا، نتكلم بصراحه، عنده الرغبه والميل انه يبص ويتطلع، والروح القدس والحياة الروحانية بتاعته بتقول له لا، فيبقى عنده صراع انه عاوز يبص ومش عاوز يبص. لو قلنا غير كده بنكذب على نفسنا، وده اللي بنحاول نقوله للبنات، ان الانسان الروحاني عنده غريزة انه عاوز يبص. معايا ولا مش معايا؟ اوكي، بس هو كمان عارف انه ما ينفعش يبص، فبيحاول الانسان الروحاني اللي جواه يسيطر على الانسان الشهواني اللي جواه، بس في صراع. فمره يبص وبعدين يلوم نفسه، ومره ما يبصش وبعدين يبص وبعدين ما يبصش وبعدين يبص وبعدين يبص، بس كاره نفسه في ضعفه، وحابب انه يبقى من مرحله القديسين اللي ما يبصوش. صح ولا مش صح؟ صح. طيب دور البنت ايه؟ ان بقدر الامكان تراعي لبسها. انا مش ضد انك تروحي جيم، دوري، واعتقد ان في كل البلاد العربيه حتى لو كان عندكم انفتاح ففي برضو محافظين، لان لا توجد دوله عربيه ما فيهاش طيارات محافظه، وممكن يكون في جيم للبنات ابعد عنك شويه، وبالتالي
انا عاوزك انت ما دام انت في صوت جواكي بيقال انا كده ممكن اعسر اخويا، جاوبي للصوت ده بيس، لان ده صوت الله اللي جواكي. نمرة 2، اللبس اللي انت لابساه ملفت، يبقى في ناس هتبص هتقولي طب كله كده، ما هو مش معنى كله كده انا اعمل كده، ما في ناس بتلبس لبس ما ينفعناش، وفي شواطئ في اوروبا اسمها شواطئ عراة ينفع احنا نروحها؟ ما ينفعش، حتى لو ده عندهم عادي. نمرة 2، انت بتقولي ان ده بيعطيني موتيفيشن لان بحب شكل جسمي. كلمة بحب شكل جسمي جرحتني شوية، وهقول لك ليه جرحتني شوية. انا هكلمك كبابا معاصر جدا 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 وعايش في الدنيا وبلف العالم كله. انت would like to be in a good shape، اوكي خليكي in a good shape، يعني خليكي بنت محافظة على جسمك، ما خايفة من الفاتس، خايفة خليكي. لكن انا بحب شكل جسمي، دخلنا في حاجة اسمها، مش عارف افهمها هيك زي هتقولوا، هقول لفظ it's a little bit exaggerated يعني مبالغ فيه شوية، اسمه عبودية الجسد، اللي هو البنت اللي طول النهار، طبعا انا ما عنديش لا فيسبوك ولا انستجرام ولا الحاجات دي، بس بفهم من الدنيا لان عايش معاكم، اللي هي طول النهار انتوا فاهمين ده ايه، وعادة بتلبس اللبس اللي هو يبين انها جسمها in a good shape. ان الانسان يهتم بجسده شيء، والمبالغة في الاهتمام بالجسد والتعلق بالجسد دي خطية. لان ما فيش الانسان، ما هو اصل بصوا يا جماعة، ما فيش حد يقدر يعبد اتنين، يا الفلوس يا ربنا، يا جسد يا ربنا، يا جوز يا ربنا، يعني كل حاجة مباركة ومقدسة في المسيح في حدود. لكن زي بالظبط الولد، انتوا فاكرين ما فيش ولاد كده؟ يا خبر ابيض على الولاد بتوع الجيم دول، ده عنده ايجو عالي جدا، ده ماشي عامل كده وكل شويه يروح شايل التي شيرت ويطمن على السته اللي موجودين هنا، وبرضه عنده نفس المشكله الايجو دي. احترم جسمك، لأن جسمك ده تقدس لما المسيح خده وتجسد بيه على الأرض. كل شيء بلياقة مقبولة، وكل شيء بمبالغة ليها سايد افكت. انتوا عارفين اللي بيهتموا بأجسادهم قوي، يجي الصوم اللي هو أقدس صوم في الكنيسة يقول لك لا سوري يا ابونا، علشان أحافظ على الشيب ده، أنت عارف أخذ مني 3 سنين عشان أطلع الستة دول، عشان انا ما اقدرش، لازم اكل كل يوم نص فرخه وكل يوم ربع لحمه و4 بيضات و6 بيضات، الجيم بيقول لي كده، المدرب بيقول لي كده، الكوتش بيقول لي كده، يعني ابطل كلامهم واسمع كلامك انت. حته قسيس يعني، مش جاب لجام. لا، ابتدت ناس بسبب عباده الجسد او عباده المزاج ما بتصوم. ايه اول خطيه كلنا وقعنا فيها واحنا اطفال صغيرين، بصرف النظر كنا مدركين ان دي خطية ولا دي مش خطية؟ فكر قبل ما تجاوب. ايه الخطية اللي وقعنا فيها كلنا واحنا اطفال صغيرين، بصرف النظر كنا واعيين ان دي خطية ولا مش واعيين ان دي خطية؟ مش سامعك. لا انا بقول واحنا انا وانت صغيرين، مش ادم ده كان زمان قوي، انت كده هتتعبوني. الكذب، ها يا كذب. الانانيه، ها الكذب، الانانيه. حد عنده اقتراحات؟ عدم الطاعه، لا الحقيقه قبل كل ده، قبل كل ده، يعني قبل حتى ما اقول لا كانت الخطيه دي جوايا. بصوا بقى نميمه ازاي وانا لسه عيل بقول لك. ما اقول لكم حاجه امام الله، مش انتوا الغلطانين، انا اللي غلطان اللي سالتكم. لا مش هعملها تاني، مش هعملها تاني. اول خطيه كل الاطفال وقعوا فيهم حتى لو عندهم سنه او سنه ونص، كانت اسمها خطيه الغيره. الغيره والاستحواذ، يعني حد يقرب من ماما يتنحرر، يا سلام لو في بيبي تاني بينهم سنه، والبيبي التاني ابتدى ياخد اهتمام ماما. طبيعي يعني طفل لسه مولود عاوز غيار وعاوز اكل وعاوز حاجات كتير قوي، فتلاقي الطفل الاولاني مش مرتاح. وبعدين كبرنا شويه، لقينا بنت كده عندها 3 سنين بس شعرها خفيف وقصير، وجت بنت خالتها
عندها 3 سنين بس شعرها طويل لغايه هنا. ما علينا، يعني انتوا واخدين بالكم؟ اول خطيه سببت قتل انسان في البشريه كانت خطيه الغيره. واول خطيه كلنا اتحاربنا بيها، حتى واحنا في الطفوله كنا حاسين ان دي غريزه مش خطيه، لكن هي كانت موجوده جوانا. لما كبرنا ابتدينا نحس ان دي خطيه. النهارده هتكلم معاكم في جزئين. الجزء الاولاني طبعا غير خطيه، بس مش معظمنا بيعترف بيها، يعني حتى لو جوايا بتبقى كبيره عليا قوي ان انا اقول لابونا انا بغير من اختي. ما هو الغيره بتجيب حسد وتجيب شويه مشاعر سلبيه، فعلشان انا ما يبقاش صورتي وحشه وقلبي وحش عاده. يعني الانسان سهل ان يتكلم على خطيه انه شاف منظر وحش. منظر وحش مش المفروض يشوفه في اي حاجه من الناس بتتفرج عليها يقول، لكن ان يقول ان انا بغير من فلان ما اقدرش. يعني لو انا مثلا هجيبها لكم فيا انا، لو انا عندي اي خطيئه، عصبي شويه، غضوب، اي حاجه، ممكن اقول للاب اعتراف، لكن اقول انا بغير من ابونا فلان ولا شعب فلان ليه؟ شكلها وحش في حقي، وعشان انا ذاتي عالي قوي عمري ما بعترف بخطيه الغيره. انا بتكلم علينا كلنا. اوكي؟ النهارده انا كنت ناوي اسالكم واجاوبكم، بس بعد التجربه السيئه لا، هتكلم على طول من غير ما اسالكم، ولا اديكم فرصه ويعني اوكي، هديكم فرصه اخيره. طيب هديكم فرصه اخيره. ايه اسباب خطيه الغيره؟ اللي عاوز يجاوب يرفع ايده، ما يقولش في الهوا كده. ايه اسباب خطيه الغيره؟ اتفضلي. كبرياء. ها، يعني ايه التميز؟ ان حد بيميز من الاباء. حلوه قوي قوي، ايوه كده قلته صح. ها، برافو. عدم المحبه. ايه كمان؟ اوكي، برافو. بصوا بقى، اللي انتوا قلتوه كله صح، يعني المفروض نروح خلاص، بس علشان انا برضو اعمل بحق المشوار فلازم اقول لكم او احط عناوين للي انتوا قلتوه، بس اللي انتوا قلتوه صح. اول سبب من اسباب الغيره الذات بشقيها. يعني ايه الذات بشقيها؟ واشرح لكم عشان كل واحد هيلاقي نفسه في حته. الذات بتحاربنا بحاجه من الاثنين، يا اما الكبرياء يا اما صغر النفس. وهديكم مثل ازاي الغيره بتجيلي انا بسبب صغر النفس. انا مثلا متخرج من هقول اي حاجه، يعني مدارس حكومه. انا بقول مثلا مش كده، انا متخرج من مدارس حكومه، وانت 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 حضرتك، احنا مثلا الاربعه مثلا كده اصحاب او حاجه زي كده، وانتوا الثلاثه متربيين في مدارس فرنساوي. فانتوا كل ما تقعدوا انتوا الثلاثه وتقولوا كام كلمتين كده حاجات من دي، الحاجات دي. اوكي، انا بقى مش قادر اجاريهم، من جوايا احس ان انا قليل ومتغاظ منكم، بالرغم ان كنتم مالكمش سبب ان كنتوا دخلتم في المدارس الفرنساوي، بس انا متضايق وغيران وبجيب اللوم على ابويا اللي ما دخلنيش مدرسه زيكم. ده اسمه صغر النفس. انتوا اغنياء وبتتكلموا على حاجات كتيره، وانا اللي في جيبي قليل، مش قادر اخرج خروجاتكم، عندي حته غيره منكم. يبقى ده اسمه صغر نفس، حاسس ان انا قليل فبغير من اكتر من اي حد ممكن يكون ايه متميز عني. يبقى اول سبب اسمه صغر النفس. العكس صحيح، الكبرياء. طب المتكبر ده اللي عنده كبرياء يغير ازاي؟ لو جه واحد يهزه في مكانته يغير منه جدا. زي مين في الكتاب المقدس؟ هيرودس الملك. قالوا له ده في ولد طفل صغير مولود مملكته بقى، ده احنا جايين له مسافرين لنا بقالنا سنتين من ايران لغايه هنا علشان نسجد له. يعني انا هيضيع الكرسي عليا. غيره وغيظ خليته يبعت يقتل كل اطفال بيت لحم دون سنتين. يبقى انا بسبب يا ذاتي العاليه او ذاتي القليله، لان اتفقنا الذات يا اما كبر قلب يا اما صغر نفس، انا ممكن جدا اعاني من حرب الغيره. يبقى اول حاجه بتجيب الغيره يا كبرياء القلب يا صغر النفس. اتفقنا؟ تاني حاجه تجيب الغيره ايه؟ انتوا قلتوها برضو، حاجه اسمها المقارنه. حاجه اسمها ايه؟
المقارنة يعني ايه المقارنة؟ المقارنة انا هجيبها فيا ابونا، يعني انا ابونا يعني ابونا كويس وحلو وكل حاجه، عندي مثلا ايه 200 300 ولد بيعترفوا حلوين قوي. جه ابونا جديد والغريب انا اللي مختاره وانا اللي مرشحه، وبعدين جه الكنيسه وبعدين الولاد اتلموا حواليه، بقيت ابص كده بقول له عامل ايه يا ابونا؟ قال لي صلي لي، عندي 3000 معترف مش عارف اعمل فيهم ايه ومش لاقي لهم. انا 20 سنه كهنوت ب 300 معترف، وانت اول امبارح كاهن ما بقالكش، ده انت لسه بالقلم الرصاص عندك 3000 معترف. ايه الغلطه هنا؟ غلطه المقارنه، سواء حد قارني بحد، ودي مشهوره في التربيه المصريه، يا ريتك كنت زي ابن عمك يا اخي، نار الغيره، او انا ابص لحد تاني متميز ابتدي اغير، ممكن اغير، يبقى انا عرضه لحرب الايه؟ الغيره، نتيجه الايه؟ المقارنه. علشان كده من اكتر الحاجات الصعبه الناس تعرف دخل بعض. يعني دخل بعض، يعني انت مثلا بتاخدي انتوا الاثنين دفعه واحده مثلا، فانتوا الاثنين دفعه واحده اتخرجتي، انت لقيتي نفسك بتقبضي مرتب، تعرفي لما هي تعرف المرتب بتاعك ايه اللي يحصل لها؟ لو هي مرتبها اكبر وعندها يومين اجازه وانا ما عنديش غير يوم واحد، المقارنه تعمل كده. والغريبه ام يومين اجازه بتاخد دبل مرتبي، يعني دبل اوف ماي سالري، يعني هي بتاخد قد مرتين. يا نهار مش في كلنا كده المقارنه. انا شقتي حلوه قوي 90 متر على قد، يعني انا عايز ملعب اعمل فيه ايه؟ رحت ازورك لقيتك ساكنه في حته قصر 3 ادوار واسانسير جوه الشقه. ليه؟ فارجع البيت متضايق، يقولوا لي مالك متضايق؟ اقول مفيش. وبعدين اقول دي شقه دي، ده الواحد عايش في جحر. طب ما انت كنت بتقول الحمد لله. لا، المقارنه يا جماعه، بصوا يا جماعه، محدش ابدا يقارن، لان انا جاي لها في العلاجات بعد كده، بس انتوا معايا ان المقارنه تجيب ايه؟ تالت حاجه انتوا قلتوها كانت حلوه، سبب من اسباب خطيه الغيره، حاجه اسمها عدم المحبه. يعني ايه عدم المحبه؟ اول ما تعرف انك غيران من حد، اعرف ان السبب الاولاني انك انت محبتك ليه قليله، والا ما كنتش تغير منه، او بتحب نفسك اكتر منه فقارنت نفسك فاتضايقت منه. هديكم مثل عشان تفهموا. انا معايا في تليفونات بترن، ولا ده من بره في الشارع وبتسمع عندنا؟ متهيألي بره، عشان انتوا ما تعملوهاش ابدا ابدا. انتوا شعب بيحترم بيت ربنا، مش ممكن تطلع منكم ابدا ابدا، مش كده؟ او انا ودني اوقات بتجيب حاجات مش من هنا، يعني ما علينا. نرجع تاني لموضوعنا، اقول لكم حاجه اسمها ايه؟ نرجع تاني لنقطة عدم المحبة. ايه الفرق بين الاب وابنه والاخ واخوه؟ لا هزعل بجد. مفيش موبايل يبقى مفتوح في كنيسة ربنا خالص، واللي معاه موبايل يطفيه حالا او يعمله سايلنت تماما. ايه الفرق بين الاخ واخوه والاب وابنه؟ ممكن الاخ يغير من اخوه؟ ردوا عليا، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. طب ممكن الاب يغير من ابنه؟ مش ممكن. يعني انا لو انا مثلا
طالب، ودخلت كليه عاديه 4 سنين، بس اخويا بقى دخل كليه من 6 سنين او 7 سنين بيسموها كليات القمه، وداخل خارج في البيت يقول ازيك يا دكتور، ده هو لسه في اعدادي طب يعني او لسه في اولى طب، ازيك يا دكتور وزي البلطو زي سما عملت ايه، ويفضل واحد، وانا ما حدش شايفني، ممكن جدا اغير. لكن لو انا اب معايا معهد 2 بعد ثانويه عامه وجاهدت واشتغلت موظف وكنت امين وبقيت اخد من بق عشان اكل ولادي، وجه ولد من ولادي هيخش كليه طب او كليه هندسه، افرح ولا غير؟ اقول له اسمع يا ابني، انت مش متربي. ليه؟ ازاي ابوك يبقى معهد 2 وانت تخش كليه طب؟ انت لو عندك ذوق تخش معهد 2. يا بابا انت المفروض تفرح لي. افرح لك ايه؟ ما انا بقول لك انا ما ربيتش. انت المفروض ابوك ده يكون اعلى منك، مش انت تعلى على ابوك. في اب يعمل كده؟ ده الاب يجوع ويشحت عشان يعلم ابنه ويبقى شهادته احلى من شهادته، لان نجاح الابن فخر ايه؟ الاب. يعني الاخ ممكن يغير من اخوه لكن عمر ما الاب يغير من ابنه. ليه؟ لان محبته لابنه تعتبر محبة الأم ثم الأب أعلى محبة بلا مقابل، مش عاوزين غير خير اليوم، صح؟ فلا يمكن يغير. الله، طب الأخ بيغير ليه من أخوه؟ علشان محبته لأخوه أقل من محبة الأب للابن. يبقى تاني أو تالت سبب من أسباب الغيرة، لما أنا أغير من حد، احنا بنضحك على نفسنا، بنحكي له صدقني يا ابونا بحب اختي، صدقني واتمنى لها الخير، بس انا بغير لما الاقي بناتها كلهم ناجحين وبناتي انا مبلطين. لا، دي قله محبه. ما دام غيرتي تبقى دي قله محبه، بس انت بتسبقي وتقولي صدقني يا ابونا بحبها واتمنى لها الخير. مش ماشيه قوي. ما انت بتقولي الخير، افرحي لها افرحي لبناتها، بس انا موجوعه، يبقى في حته غيره، يبقى المحبه مش كامله. اتفقنا؟ ثالث سبب. رابع سبب من اسباب الغيره ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون حاجه اسمها التنافس، ودي موجوده في الشركات. يعني انا في شركه اقدم من حضرتك ب6 اشهر، تاني انا اقدم منك ب6 اشهر، بس انت اشطر مني. صحيح انا في الاول علمتك شويه حاجات، بس مع الوقت انت بسبب الانجليزي بتاعك اللي احسن من الانجليزي بتاعي، والكمبيوتر بتاعك اللي احسن من الكمبيوتر بتاعي، وربنا مديلك نعمه انك انت كمان اذكى مني، فبقيت انت واضح اكتر مني. فبعد 2 جت ترقيات فرقوك انت واجلوا ترقيتي سنه. اغير ولا ما غيرش؟ ورايح جاي اقول فين العدل؟ ده انا اقدم منه ب6 اشهر، ده انا اول واحد رحبت بيه وعلمته الشغل. ايوه، بس هو اشطر منك وهو يستاهل الترقيه. ما اقولش دي، امال اقول ايه؟ الغيره. لان اي مجال فيه تنافس، زي اوائل طلبه، مين الاول على الفصل ومين التاني على الفصل ومين الاول على الدفعه ومين التاني على الدفعه، خليكم معايا. او في الاشغال اللي فيها ترقيات، التنافس بين اي 2 يعمل غيره ويعمل احقاد، وناس تعيط وناس تنهار عشان الترقيه راحت وانا استاهلها وما استاهلهاش، اصل انا مسيحي، اصل انا اوقات بنقول كده. ممكن يبقى معاك حق ان في سنه اضطهاد، بس في اوقات كتير ما بيبقاش في اضطهاد والتاني احسن منك، بس انا بغير. احنا قلنا كام سبب لغايه الغيره؟ قلنا اول سبب كان ايه؟ الكبرياء وصغر النفس. 2 المقارنه. 3 عدم المحبة. 4 التنافس اللي بيقلب يبقى فيه ايه؟ غيرة. في غيرة. طيب كفاية اسباب، بس انا عايز اقول لكم ان محدش فينا في لحظة من اللحظات ما غرش. انا عندي بنت زي الفل وسنها وصل لكذا، نفسي ما حصلش نصيب. وبنت خالتي عندها 3 بنات، مش في حلاوة بنتي ولا في علم بنتي، وال3 اتخطبوا وانا ما اتخطبتش. حتة مرار غير. انا ليه بقول كده؟ على مستوى الشغل، على مستوى العائلات، على مستوى النجاح، على مستوى الفلوس، على اي مستوى احنا اختبرنا شعور الغيرة. وعايز اقول لحضراتكم حاجة قبل ما اقول لكم علاجات الغيرة.
ان اكتر واحد بيدفع ثمن الغيرة الغيران. يعني انت بتغيري مني، انا نايم في بيتنا مين اللي مش نايم؟ يبقى اللي بيغير ده هو اللي زي ما حضرتك عملت كده مولع، المولع ده هو اللي مش عارف ينام بالليل، لكن انا الحقيقة ما نايم. امتى ما نامش؟ لما الاقي حد غير منه، صح؟ فدي تمنها بايخ قوي. زي ما قلت لكم ان كمان الغيره تقود لخطايا كتير قوي، ان انا اتكلم عليكي وحش، ما انا غيرانه منك، فانت حد يقول لك عليك كلام حلو بس المنظر خداع. خليكوا كده على نياتكم واروح ماشيه، مش قادره، وشي فضحني، قلبي فضحني. مش بيحصل كده؟ بيحصل كده. طيب، بما ان الخطيه دي حربت كل الناس بما فيهم الآباء الرهبان اللي هم المفروض ماتوا عن العالم، زي القصة اللي مكتوبة في البستان، الراهب القديم اللي كان عنده قلاية بعيدة فاداها الراهب جديد، والراهب الجديد كان ليه شعبية. فاكرين الحكاية دي؟ أكيد سمعتوها. هو نفسه اتحارب بالغيرة وحب يطرد الراهب اللي جه. شوفوا الغيرة تعمل ايه. آباء رهبان ممكن يتحارب، أي حد ممكن يتحارب بأي حرب لولا ستر ربنا علينا وإن احنا نمسك جلابيته يعني. تعالوا بقى نشوف علاج الغيرة. أسألكم وتجاوبوا، إزاي الواحد يعالج الغيرة؟ طب أجيبه منين الرضا؟ ما هو لو عندي رضا أساسا ما كنتش غيرت. الشكر، محبة، قناعة، الصلاة، اتكال على ربنا. أوكي، انتوا حطيتوا الفضائل كلها. عدم السمع، غصب عني بسمع. ايوه، الاتضاع. هايل هايل. طيب اسمعوا، انا هديكم 3 علاجات لخطية الغيرة. العلاج الاولاني واحفظوه ورايا، اسمه بص في طبقك. اسمه ايه؟ بص في ايه؟ ايه حكاية بص في طبقك دي؟ حكاية ولد صغير عنده 9 سنين وليه أخ عنده 17 سنة. الأخ اللي عنده 17 سنة ده هما الاتنين عايشين مع مامتهم. فالولد اللي عنده 17 سنة أو 18 سنة بيلعب في الجيم وبيلعب رياضة وبيلعب في فريق كرة القدم بتاع المدرسة مثلا، أنا بقول أي حاجة. والولد الصغير فجات الأم عاملة فرخة، هما التلاتة، راحت الأم خدت ربع لنفسها وادت الولد الصغير ربع، وادت الولد اللي عنده 17 سنة ايه؟ الولد الصغير يسكت؟ ما يسكتش. فعمل ايه؟ ابتدى يبص في طبقه ولقى ايه؟ ربع، وفي طبق اخوه ايه؟ نص. يجي الشيطان، ماما بتحب اخوك عشان هو الكبير والصغير في البيت ده مالوش حظ، وهتفضل طول عمرك الصغير طول ما ليك كبير. يعني انت هتفضل طول عمرك. وبعدين ماما قالت له انت مالك زعلان يا حبيبي؟ قال لها اقول؟ قالت له قول. قال لها اشمعنى مدي يا اخويا نص فرخه؟ اشمعنى يا رب؟ اشمعنى يا رب؟ اشمعنى مدي يا اخويا نص فرخه وانا ربع فرخه؟ فالام ضحكت قالت له عشان انت مش محتاج اكتر من ربع فرخ، اخوك كبير وبيلعب رياضه وبيحرق كتير وبيبني عضلات، محتاج بروتين اكتر منك، فطبيعي ان اديله نص فرخ. لا يا ماما، انت بتحبي اخويا اكتر مني، اديتيله رزق اكتر من رزقي. لا، انت ما تعرفش المجهود اللي بيعمله اخوك اكتر من المجهود اللي انت بتعمله 10 مرات. احنا اوقات بنعمل كده في ربنا وبنتذمر على ربنا علشان بنقول له يا رب انت مش عادل. انتوا عارفين المثل المصري يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان. يعني واحده ودنها مقطوعه يطلع لها في البخت حلق، وانا وداني اهي مطرطقه حاطه فتله. طب مين اولى بالحلق؟ انا. بس اوقات يا رب انت ما بتبقاش عادل. شوفوا الغيره تقلب لخطيه اسمها خطيه تذمر على الله، عشان انا مش راضي زي ما انت قلتوا بالرضا. بس اول مبدا اسمه بص في طبقك، مالكش دعوه بطبق اخوك، اللي هي علاج لغلطه المقارنه. محدش يقارن نفسه باي حد، كل واحد عند ربنا ليه
فايل، سموه ملف، سموه كتالوج. كل واحد ليه خطة، كل واحد ليه تدبير، كل واحد ليه رزق، كل واحد ليه ظروف، محدش ليه دعوة بالتاني. اللي انت شايفه افضل منك في حاجة ممكن ألمه الداخلي اللي يعرفه اب اعترافي انت امام الله لا تستطيع ان تحتمله، بس بحسب المظاهر هو عايش في طريقة افضل، انت ما تعرفش. عشان كده التدريب الاولاني اسمه ايه؟ بص في ايه؟ قولوا ورايا، بص في ايه؟ لو كل واحد بص في طبقه وشكر ربنا عليه، دي نمرة واحد. نمرة اتنين جاية من نمرة واحد. احنا الاول بص في ايه؟ نمرة اتنين اشكر على اللي عندك. اشكر ايه؟ على اللي عندك، لان في ناس كتير ما عندهاش اللي عندك اللي انت بتتذمر عليه، مش طايلين، مش طايلين. اشكر على اللي عندك، يبقى ما تقارنش واشكر. بص في طبقك واشكر اللي عندك. هحكي لكم حكايه حصلت. تفتكروا كلكم متناح نيافة الأنبرويس. نيافة الأنبرويس ده راجل روحاني قوي، وكان بيخدم في قصرية الريحانة وهو كاهن، وبعدين وهو أسقف برضه ما سابش هناك. والحقيقة كان يعني روحاني كده، راهب يعني 100% راهب. المهم الله ينيح نفسه وينفعنا بصلوات. في مرة من المرات حصل معاه موقف هو حكاهولي يعني، أو حكاه في اجتماع، أنا مش فاكر، بس القصة دي هو اللي قالها. كان مرة راكب في عربية هيونداي، ويظهر عربية هونداي من الموديلات القديمة شوية، يعني مش الحاجات دي. ما هو القصة دي مثلا قالها من 10 سنين وحكاها، وحصلت معاه مثلا قبلها بفترة. فهم وقفوا في إشارة في مصر الجديدة، جت جنبهم عربية مرسيدس موديل السنة. لا مع إيه؟ السواق اللي زي بجرافطة يعني، سواق سفير يعني. فالولد اللي بيوصل سيدنا بص له كده، قال له يا سيدنا شايف المرسيدس؟ سيدنا راهب ومش شايف حاجة يعني، بص يعني. قال له قال له ناس ليها حظ وناس ملهاش. مش الهونداي المكحكحة اللي احنا راكبينها دي. تشاء الظروف زي ما حكى نيافة الأنبرويس ان العربيتين يقفوا ورا بعض بعديها ب3 دقايق، يعني دخلوا في شارع اسمه شارع الثورة، واحدة وقفت عند عمارة 12 والتانية وقفت عند عمارة 10، والعمارتين لازقين في بعض. فالايه بس عشان مرسيدس عافية سبقت بدقيقة يعني، وقفت التاني. فبص لقى السواق هو بيقول له ايه؟ الناس ليها حظوظ، ناس ليها حظوظ، ناس راكبة مرسيدس وناس راكبة هونداي. فلقى السواق نزل وفتح الشنطة بتاعة العربية ونزل ويل تشير، الكرسي اللي بعجل، وفتح الباب وطلع شاب مشلول في رجلين الاتنين، شاله وحطه على الكرسي. ساعتها الأنبرويس بص للولد اللي كان بيسوق يعني كان بيهزر مع سيدنا، قال له تحب تاخد المرسيدس بكل ظروفها؟ قال له ده المشي طول العمر نعمة، يعني مش فكرة عربية بس، كفاية ان احنا ايه؟ بنمشي. انا مش شايف نعمة المشي، بس بتكلم عن مرسيدس، بس انت بتمشي. علشان كده اذا كان التدريب الاولاني بص في طبقك، التدريب التاني اشكر على اللي عندك. اشكر على اللي عندك، اشكر على اللي عندك. التدريب الثالث، كل ده بجيبه من اللي احنا قلناه. التدريب الثالث، خلي عندك عين الاب مش عين الاخ. تاني 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 تاني، خلي عندك ايه؟ عين الاب. طب ودي نجيبها ازاي؟ دي ما تتجابش الا بالصلاة قدام ربنا. اول ما تحس بالغيرة من اي حد تقول لي عيني عين قايين اللي حسد هابيل وقتله. انا عاوز عينك انت يا رب اللي بتحب كل الناس. لو انت اديتني عينك واديتني قلبك هبقى شبعان. لو انت اديتني عينك واديتني قلبك هفرح للناس، مش هفكر في اللي عندي، هفكر في اللي الناس ناقصة عنده واحاول اعمل حاجة. انا ما انا يا رب،
بس اديني عينك، اديني قلبك، اديني قلب آدم اللي كان بيحب قايين وهابيل، ما تدينيش قلب قايين اللي غار وقتل أخوه هابيل. عشان احنا طول ما فينا عين الأخ هنقارن، طول ما عينا فينا عين الأخت هنبص لطبق أختي. لكن اللي عنده عين الأب وعين الأم مش ممكن يغير من ولاده. فلو أنا اعتبرت إن ربنا اداني قلب أب وكلكم بقيتم ولادي، ممكن أغير منكم؟ ممكن الأخ يغير من أخوه. واحد بياخد مثلا، أنا بقول أي أرقام، واحد بياخد 5000 جنيه 7000 جنيه وسمع إني باخد 30000 ودفعته، يغير ولا ما يغيرش؟ لكن لو أنا أب ممكن ابو 3000 يصعب عليا شويه، في شهر ببعت له جوز فراخ، طبقين بيض، كيسين مش عارف مين، يعني متعاطف معاه اكتر لانه قرشه قليل. لكن عمري ما هغير من ابني اللي بياخد حتى اكتر مني انا وانا ابوه. احنا قلنا كم علاج للغيره؟ الاولاني ايه؟ بص في طبقك. التاني اشكر على اللي عندك. التالت اديني يا رب، اديني يا رب، لانك انت مش هتقدر تعملها دي. اديني يا رب. الاب. حاجات عجيبه قوي بنسمع عن الناس فعلا وصلت للمستوى الحلو ده. يعني تصوروا 2 ورثوا حته ارض، يتخانقوا مين اللي اخذ البحري ومين اللي اخذ القبلي ومين اللي اخذ جنب الميه وما خدتش جنب الميه في الزراعه، ومين اللي هتتحول مباني وكردون مباني والفدان هيعلى من مش عارف من 1,000,000 ل3 مليون، وهو طمع واخد. وفي واحد تاني يقول له ايه؟ بص يا حبيبي، الارض اخرتها احنا الاثنين هندفن فيها، وانا حاسس انك انت ابني حتى لو انت اخويا الكبير، قسم واختار وانا واثق فيك، والنص اللي تسيبهولي هقبله. ده مين اللي يعمل كده؟ ده مين اللي يعمل كده؟ ده الأنبا بولا وأبونا والأنبا أنطونيوس. ما هم دول اللي سابوا كل حاجة، وعشان كده كتبوا بحروف من ذهب في سنكسار الكنيسة، عشان عندهم قلب الأب، ما طمعوش في الحياة اللي احنا فيها.